الحلقة الماضية وما تحدث به ضيفنا أحمد صلاح. رحل بسلام وصمت، لم يدل بأي تصريح حول خروجه، لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. أحمد صلاح خلع جلباب الدبلوماسية وخرج بأحاديث نارية عوضا عن مدربه الأول ثائر أحمد، معلنا بعضا من أسباب استقالتهما من تدريب فريق الزوراء بعد 6 مباريات فقط. كابتن ثائر وأحمد صلاح احنا انظلمنا بنادي الزوراء من قبل الإدارة، ظلمتنا وطلعتنا احنا خائنين للزوراء، وطلعتنا احنا مقصرين في اداء نادي الزوراء، واحنا اسباب النتائج. لا اخي العزيز، احنا ما مقصرين، واحنا ما ان اي ذنب نتائج الزوراء، الذنب الوحيد هو انتم اداره نادي الزوراء. صلاح طال اداره الزوراء بالاتهامات، محملا اياهم المسؤوليه الكامله، بل وصفهم بعدم الشفافيه والتضليل في حديث ساخن عنوانه الصراحه المطلقه. كان انا صريح، والصراحه بهذا الوقت مع الاسف يعني مع احترامي الكثير من الناس الصراحه بهالوقت خلينا المصداقيه اللي تجينا من عندهم حقيقه مو صحيحه. كريم رزاق جانا يعني انا كنت مجاز 3 ايام باربيل، كان كابتن ثار موجود، قال لهم عقب باكر تستلمون الصكوك، وهاي العقب باكر بقت شهر و15 يوم، هاي العقب باكر بعد راح منتخب لعبوا استراليا ورجع. وعود لم تنفذ، قرارات فرديه تعسفيه من رئيس دكتاتور لا يسمع من الاخرين، يعيش في معزل عن القلعة البيضاء. أنا اللي شفت، أنا ما شفت رؤساء أندية 17 سنة لعبت في الدوري، ما شفت رئيس نادي متسلط بهكذا مثل فلاح حسن. يعني فلاح حسن من يحكي وياك يعني مسوي عليك فضل. إدارة الزوراء بدورها دافعت عن نفسها بكل ما تملك، بعد أن أعلنت سابقا أنها تمسكت بثار أحمد وصلاح، مؤكدين بأنها لم تكن إقالة. ساعات على حد قوله ليست كافية لكشف المستور وتوضيح المزيد، متحديا إدارة البيت الأبيض بالمثول أمامه ونفي ادعاءاته. إذا برنامجك بعد ساعتين أنا أبقى أتكلم ساعتين وأوضح لك جميع من الأمور، وأتمنى أي واحد من رئيس النادي الأصغر عضو بالإدارة يطلع يواجهني ويقعد قبالي بأي برنامج بالعراق. القصة لم تنتهي بعد، فكل يخلي ساحته ويتهم الآخر، والمدى ستاديوم سيعطيهم المساحة الكافية من أجل الوقوف على الأسباب والحقيقة وتقديمها إلى الشارع الرياضي وعشاق النوارس تحديدا بكل وضوح، ولهم الحكم النهائي. عمر قحطان لبرنامج المدى ستاديوم. إذا بعد هذا التقرير الموجز عن حديث أحمد في الحلقة السابقة، أعود لك كابتن أحمد. في ثنايا الحلقة الماضية قلت لو تنطيني ساعتين ممكن أتحدث ساعتين. أيضا هناك أمور أنت تعرف الحلقة الماضية أنا تحدثت بها، قلت أنا تحديدا من أتناول موضوع نادي الزوراء يكون حساس بالنسبة لي، لأنه كل شيء قد يحسب على موفق عبد الوهاب كونه ابنا لنادي الزوراء، شاء من شاء أو أبى من أبى، مهما ابتعدت لكنه أكو علامة تميزك أنه أنت تابع لهذا النادي أو ذاك النادي. كل الحيادية كل المهنية يبعدوها، أكو متصيدين بالماء العكر. لذلك حقيقة يعني هذا الأمر أمر الحديث إذا لم يكن هنا سيكون في مكان آخر، وأنت باستطاعتك في أي مكان ممكن أن تتحدث، لكن أنا أريد أعرف شنو اللي ممكن أنت تتحدث به بالضبط بما يخدم مسيرة نادي الزوراء والجمهور ممكن يطلع عليه من خلال المدة اللي أنت عملت بها كمدرب مساعد مع الكابتن ثائر أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا متفاجئ. نعم. أنا كنت أتوقع يعني لصغر سني، بس الحمد لله رب العالمين أدرك الحياة بصورة جيدة جدا. نعم. بما أنه تكلمت بالحلقة السابقة اللي كانت يوم الأحد، تكلمت وتحديت، ما أعتبرها تحدي، وإنما تحدي أخوي. نعم. على اعتبار أنا مثل ممكن أكون أخوهم الصغير، يجون يقعدون يعني حتى نوجه نكشف هواي أمور. إذا أنا كنت مخطئ بكلامي بالحلقة السابقة، يمكن من خلصت البرنامج يمكن تليفوني موقف ورسالات عتب ليش ما تجاوبنا وليش. أنا بالعكس مو ما جاوبت، وإنما أنا جاوبت أكثر من 500 مكالمة. نعم. على التليفونات وعلى التواصل الاجتماعي، لكن كثر الأسئلة حقيقة لساعة 3:30 أنا ما نايم بس أجاوب، لأن عيب تعرف أنت اليوم محسوب عليك هاي الأمور. ما أعتقد واحد يعني، واللي تكلمت معهم يعني ناس خلوقين جدا وناس كفؤين وأكاديميين، وناس أكاديميين
يعني انا تفاجأت حقيقه بالناس اللي اتصلت لي ما اعرفهم. اكو 2 دكاتره يعني دكتوراه بكره القدم، يعني ناس مثقفين جدا. ما اعتقد واحد يعني حكى وياي بحاله سلبيه ابدا. على حديثك السابق يعني؟ طبعا على حديثي السابق بس انا ما كنت متوقع يعني بان هم ما يجون. يعني اي واحد هم تحدثوا حقيقه كجواب اجاني من يعني عضو الاداره والناطق باسم النادي انه لو كان المدرب منو دكتور اللي هو عبد الرحمن رشيد معروف. نعم. قال له يعني الاداره تقول له ثائر موجود بصفه المدرب ممكن نجلس معه، لكنه الظروف حلوه خدمتني اني حقيقه. كان اتصال جانبي، وايضا يعني خليها نعلن امام الناس انه الكابتن ثائر احمد قال لم يتكلم احمد بشيء الا الحق، وكل اللي يتكلم به انا موافق عليه. هذه مكالمه قبل البرنامج حتى يكون معلوم للمشاهدين. حقيقه كان اكو اتصال هاتفي قال كل اللي يتحدث به احمد انا موافق عليه. وصحيح كابتن ثائر مو من النوع اللي يظهر للاعلام كثير، وفي كل الحالات سواء كان مرتاح او غير مرتاح هو الرجل ما يحب يظهر بالاعلام. عموما كمل احمد. كابتن ثائر هم يعرفون يعني عبد الرحمن يعرف بان كابتن ثائر ما يطلع بالاعلام. نعم. اكثر من مره توجهت له الدعوه، واني يعني حتى انا ترى قليل اطلع للاعلام. يعني يمكن صار لي 5 اشهر ببغداد اول لقاء تلفزيوني يعني باستوديو انا قاعد، هاي اول لقاء ترى انا ما اطلع بالاعلام. نعم. ولا احب اطلع بالاعلام حياتي كلها ما اشتكيت من بشر، حتى اللي ياذيني اخليها رب العالمين هو ياخذ حقي من عنده. وكثير صارت لي يعني مشاكل بالانديه خاصه بالامور الماديه. طيب خلينا نترك هذا الامر، ندخل يعني الامور المهمه جدا حتى نعم. لا ناخذ مثل ما يقول حيز من الوقت وبعدين الوقت ينتهي واحنا ما متكلمين بالاهم. تكلمنا ممكن مهم كتفاصيل عامه، خلينا ندخل بالاهم بالجزئيات اللي انت تحب توضحها للجمهور خصوصا جمهور الزوراء. احب اتكلم على امور حثت نعم. بالحلقه الاولى. اجاني جواب من الاداره في بعض الامور. قالوا احمد صلاح ما تكلم صح بخصوص مهند. نعم. احمد صلاح ما تكلم صح بخصوص حسين عبد الواحد. نعم. الكابتن ثار هو اللي طلع مهند. نعم. يعني انا هيك وصل لي يعني عبد الرحمن احكي لك اياها صراحه. ابو ازاد عبد الرحمن تكلم مع صديق لي مقرب جدا هو يعرفه كل زين. تكلم معاه وقال له احمد لو ما مستعجل وما طالع باللقاء يتكلم كان المفروض يعني يتكلم ويا ابو تيسير. اوكي انا اتكلم على شنو؟ انا ما عندي مشكله وياكم. انا بالعكس انا كل مشكله ما عندي ويا اداره نادي الزوراء. نعم. بالعكس اخوتي ومحترمين ما عندي اي مشكله، وانا ما تكلمت عليهم شخصيا يا اخي. نعم. انا تكلمت امور تخدم النادي، هاي وحده. ثانيا توجهت لنا تهم بان احنا اللي مثل ما سمعت انا سمعت ناس عوف الزوراء عوف طعفنا الزوراء. كابتن ثار ما مستعد يعني ان واحد من المحبين ان يشتم كابتن ثار. على هذا الاساس كابتن ثار مقدم استقاله قبل لعبتين. يعني ما عندنا مشكله بهذا الموضوع، وانا ما ارتكبت عليكم شغله مهند. شغله مهند انا قاعد ادرب شفت مهند مبدل وقلت لكم ودزيتوا على كابتن ثار. راح كابتن ثار قال الكابتن احنا بالاتفاق اتفقنا ويا متفقين هم قبل اسبوع متفقين شغله مهند احنا ما ندري. طيب مدير الفريق كابتن كريم رزاق ما بلغكم؟ لا ما ندري ولا واحد مبلغنا. دزوا من ضمن التمرين ندرب دزوا على كابتن ثار ومهند مبدل واقف برا. موجود يعني كان مهند مبدل. نعم. يعني مبدل رسمي وواقف برا مهند ينتبه. وانتم ما تساءلتوا مثلا ليش مبدل؟ احنا ثاني يوم مطين اجازه المهند. نعم. قال اني عندي فد موضوع يعني مثلا نقول عندي موضوع يعني عائلي. نعم. طلع عائلتي ماكو مشكله اروح. يعني احنا عندنا مباراه ممكن واحد يطلب اجازه اضطراريه نعطيه. تفاجات من شفت مهند من جيته قلت له مهند ليش مبدل انت ماخذ اجازه؟ قال كابتن عندي موضوع ويا الاداره. قلت له بخصوص شنو؟ قال عندي عقد وان شاء الله كملت الامور وما عندي مشكله بس اخذ استغناء واروح. لحد احنا ما نعرف. كابتن ثار اجى من يمي راح كابتن ثار قلت له ها كابتن قال الاداره دازين عليه. راح الكابتن ثار واجى قلت له ها كابتن قال لي مهند يعني الاداره اتفقت بينهم متفقين قبل ما اجاني. قالوا شو تريد؟ قلت له ممكن هو وافق. قلت له ليش وافقت؟ نعم. قال لي ليش ما وافق يعني؟ هم متفقين والولد هذا هيكله. يعني تعتقد انا اذا ارفض مهند راح يلعب مهند؟ انا ما اوقف برزق لاعب. الاداره تكون حريصه على اللاعب قبل ما يكون المدرب حريص، لان الاداره هي اللي اتت بالمدرب. تمام. فهذا الاختيار من اختيار الاداره. نعم. اذا انتم الاداره متفقين انا
مثل اني اجيبك وانا ماخذ متخذ قرار واجي اقول لك تقبل ولا ما تقبل، وما تقبل، هو الموضوع ما تقبل، خلاص انا ما لي علاقه، انا مطيه، بس من باب الاحترام، يعني لو من باب الاحترافيه يا دكتور، من باب الاحترافيه انا اجي اقول حتى اخلي الكره وين؟ الكره بملعبك، تقبل ولا ما تقبل كابتن؟ اذا قلت لي ما تقبل، والله كابتن تعرف هذا رزقه ورزق عائلته، كابتن ثائر ما دخل بهاي الامور، غير مدرب، انا اقول لك غير مدرب ممكن يدخل بهكذا امور، يعني تعرف انا محتاج مهند، كابتن ثائر ما عنده هاي الحاله. انا اقول لك ممكن مخطئين احنا بهذا الموضوع، بس كابتن ثائر ما عنده مال 10 لاعب اذا يطلعون 10 خيار. المهم هو مراحل الاداره متفقه ومنتهيه، متفقه وانت تعرف وانا اعرف والمقربين كلهم يعرفون، والله شاهد على الكل. نعم. اذا مو الكل تعرف ومتفقين قبل كل شيء. وخليه يجون ان شاء الله هم ورايا بالحلقه، واعتقد هذا فد شيء انهزامي، اذا اجوا من بعدي قعدوا اي واحد من اعضاء الاداره، اعتقد فد شيء مخزي بالنسبه له، اذا اجى قاعد واحمد صلاح موجود، ليه يعتبرون بان كابتن ثار ما يجي كابتن ثار يجي، هم يعرفون كل الزين، ابو ازاد يعرف كل الزين، خليه خابر اذا يقدر. خليه خابر وانا اعرف شنو احكي وياه. خليه يقول كابتن ثار طلع بالاعلام وراح باستوديو قاعد بقناه اتحداه. لا ما طلع. كابتن ثار ما يطلع بالاعلام ويعرفون كل الزين، احمد صلاح مخول عن كابتن ثار، وانا ما احكي كلمه وحده ما يقبل بها كابتن ثار ابدا، انا محسوب على كابتن ثار، وما مستحيل الابن ان ينطي بوالده. طيب. أنا معتبر كابتن ثار مثابة أنت ما طول ذكرت هذا الأمر، واحدة من الأمور حقيقة اللي يعني أنا عرفتها أنه إحنا تعاقدنا مع المدرب ثائر أحمد. نعم. وهو اللي يعني أتى بمساعد المدرب، هذا شيء طبيعي، ملاك فني مساعد طبعا. واحدة من الأمور أيضا اللي ذكروها أثناء الحديث أنه يعني وهذا على لسان الناطق الإعلامي. نعم. أنه استقال ثائر أحمد، المفروض الملاك الفني المساعد كله يستقيل. زين ذكرت بهاي النقطة، من كابتن ثار اتفق ويا إدارة الزوراء، أنا ما كنت موجود ببغداد. نعم. أنا كنت بأربيل. نعم. ويمكن أنا ذكرت هذا، يمكن ذيك الحلقة ذكرت هذا الموضوع، أنا ما كنت موجود، ورا 3 أسابيع يلا أو أسبوعين يلا وقعت مع نادي الزوراء، كان نسبة العقد كانت غير جيدة وما قبلت، وبس الخاطر كابتن ثار وقعت. نعم. والخاطر المحبين يعني انت طلبت 90 مليون وصلت الى 60. المهم المبلغ، يعني انا ما احب دائما اذكر مبالغ. نعم. لكن محبين الزوراء، واني لي شرف كبير انا امثل ان ادرب ولو واخدم النادي ولو جزء بسيط، يعني ما قدموا لي، يمكن ثاني لاعب صغير قدموا لك. هو مع احترامنا للكل، ترى نادي الزوراء يتشرف اي شخص انه يعمل في داخله، لانه النادي له فضل، مو شخص له فضل على النادي. انا اتكلم بهاي اللهجه، انا اتكلم الاستيعاب كثير من الناس. نعم. اللي ممكن انت تعرف انا شنو اقصد، والناس اللي يعني اللي تفهم كرة القدم جيدا تعرف انا شنو اذكر، لكن انا احب ادخل الاقل واحد ممكن يفهم. نعم. شو تقول، الابسط شخص بالثقافه، الابسط امور انا اوصل كلمتي واوصل معلومتي حتى الكل تفهم انا ما شنو اقصد. قلت لك انا باربيل وجيت ولي شرف انا مثل نادي الزوراء، ماكو اي مشكله، لكن اعتراضنا الوحيد هو قلت لك انا على اللاعبين، وبوقت هاي الامور ممكن انا تكلمت بذيك الحلقه. يعني تعتقد ان الاداره جردتكم من الاسلحه او القوى الضاربه اللي عندكم كلاعبين وما عوضتهم، عوضت جابت اللاعب الافريقي اللي بالوسط وجابت مو الاداره جابت، الاداره ما رادت. الاداره ما رادت طبعا. بعد منو جابه؟ ثار، كابتن ثار. العفو، كابتن ثار شاف اللاعب، انا اتفقت، شفت مقاطع فيديو. نعم. ودزوا لي اياه، وقاعدين كانوا وياي استاذ كريم، اوجه له راموس اسمه اعتقد، لويس راموس. نعم. شافوني، وكان استاذ شاكر جبوري كان قاعد، انا واستاذ شاكر، وقلت لهم اكو هيك لاعب هاي خلينا نشوفه بالفيديو كنا، انا بعدني ما شايفه. هذا تعويضا عن زاهر ميداني لو حسين عبد الواحد. تعويضا عن احنا ما عندنا لاعب الوسط. نعم. احنا عندنا حسين، وقلنا نجيب على اعتبار 3 محترفين. نعم. ما عندنا مشكله، عندنا جويد وعندنا نديم، وزاهر طلع على اعتبار الامور ماديه وهوايه من الامور، وانا وضحتها بذيك الحلقه. نعم صح. ما اريد اعيد بهاي الامور. جبنا راموس، شفناه كنا اقتنعنا به، حتى يعني نوخر هواي امور شك من يعني هواي امور حتى داخل. تعرف انت اليوم لا مدرب يدخل بلاعب بمصلحه، شوف ايش وقت ما المدرب يتدخل بجلب لاعب خاصه لاعب محترف، هواي تكون شكوك بهذا التوقيت تحديدا، هواي شكوك تكون. نعم. هذا المدرب مستفاد من هذا اللاعب. نعم. احنا نعم. حقيقه ثقافاتنا معدومه جدا بهذا نعم. الجانب. انا اتعمدت بين ما اشوف الفيديو، واللي جاب لي اياه قلت له ما اشوفه الا تجي انت وياي يم الاداره. نعم. انا اعرف الكلام
يعني واعرف الاشخاص اللي اتعامل وياهم بفضل رب العالمين الحمد لله على هاي الحاله. المهم جبت الفيديو تفرجنا، قالوا والله خوش لاعب. قلت لهم انا اقترحت على مدير اعماله واللي جايبه، هم اثنينهم قاعدين. منو شاف الفيديو؟ الاداره. منو يعني؟ قاعدين يمي استاذ كريم وابو ازاد واعتقد استاذ شاكر اعتقد. طيب. يعني بس المتاكد منه استاذ كريم وابو زاد، لانه مدير فريق وناطق اعلامي ومتحدث باسم قاعدين يمي. استاذ كريم قال لي والله خوش لاعب نشوفه. قلت له ماني حتى انقطع الشك من اليقين، حتى ما يجينا خاف متعور، خاف يبقى هنا 4 ايام. مدير اعماله قال لي كابتن، طبعا عراقي مدير اعماله، عراقي وكلش يحترمني ويقدرني بهيك امور، لان انا عندي موقف وياه سابق، فهو راد يرجع لي فشيء من هذا الموقف. قلت له طب انك طلب اخوي. قلت له انا ما موجوده حقيقه، هذا لاعب منتخب الهندراوس. قلت له ممكن 5 ايام بس اشوفه. قال الكابتن هذا محترف. قلت له طلب اخوي، اقنعوا اللاعب. هو يمثل نادي الزوراء وانا انطيه سي في الزوراء وانطيه معلومات عن الزوراء وانطيه عندي فيديو كامل سويته في سبيل انطيه اللاعب واقنعه بالفعل. اي نادي جاي بالفعل سويت له وانطيته. قلت له هذا نادي الزوراء، اي لاعب بالعالم يتمنى ان يلعب نادي الزوراء، جمهوره كافي خلاص. فاتفقنا على هذا الاساس. الولد تمرن ويانا تمرينيا، لعبنا لعبه وديه مع نفط الجنوب هناك حتى مباراة العالم به. مع كل هذا ما وقعنا ورا المباراة، كنا اقتنعنا به. الكل شافته والكل اقتنعت به، قالت خوش لاعب. شفناه بعد يومها من التمرين، الولد جيد يعني اللاعب جيد جدا مستواه الفني. ومن قلنا من نرجع من شروط العقد انه يكون ما مصاب. المهم هاي كل الامور الاداره احنا اللي جلبنا يعني كابتن ثار اللي وافق بالدرجه الاولى. كابتن ثار هو المدرب الاول، هو المدير الفني، هو اللي وافق على هاي الامور. وافق كابتن ثار على لويس، وما عندنا اي مشكله بهذا اللاعب. طيب. احنا اللي وافقنا عليه مو الاداره. طيب انت الان بالنسبه يعني لعقدك انتهى مع نادي الزوراء. نعم. الاداره تقول انه ما له حقوق عندنا لانه المدرب استقال، فاذا المفروض الكل مستقيلين. لكنه الملاك الفني اللي عمل معاكم طلبه المدرب الجديد اللي هو عصام حمد، يعني مدرب الحراس وباسم العيبي. نعم. احنا اول شيء من اجينا كابتن ثار من اجى يقدر يغير الاستاف كله، من حقه لو من حقه. نعم. كل العالم مدير الفني هو اللي يختار الاستاف احتراما لاداره الزوراء. بقى الكابتن عماد وبقى كابتن باسم. وين المشكله يعني؟ احتراما لو لكفاءتهم؟ احتراما لاداره الزوراء، لان هم يعني ما عندي شك بان هم مو كفؤ، يعني هم كفؤين. نعم. يعني ما عندي مشكله بهذا الموضوع، لكن احتراما لتعاقدهم مع المدربين. نعم. وهم كفؤين ناس محترمين، انا ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع. كابتن عماد وكابتن باسم العيبي وجه لهم كل التقدير والتحيه والاحترام. ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع، لكن هم موقعين مع النادي، موقعين، ما عندنا اي مشكله. ما من الممكن اذا نضافك مو احترافيا ما اتكلم لك احترافيا بهذا الموضوع. نعم. اتكلم لك ادبيا. نعم. من باب الادب. لا احنا اذا تيجي على الاحتراف احنا ما عندنا احتراف خلاص. وانا ما اتكلم لك من باب الاحتراف الا في اجزاء بسيطه جدا من هذا الجانب. نعم. كابتن ثار بقاهم على اعتبار موجودين وعنده تحفظ على شغله معينه، لكن تعرف انت اليوم انت موقع خلاص طلب مساعد مدرب خلاص وياه، ما عنده هذا من حقه اعتقد. نعم. فاني جيت مثل ما يعني عصام حمد طلب ابراهيم عبد نادر الان، هو اللي طلب، مو طلع بالاعلام قال المدرب الكابتن عصام حمد نتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الزوراء. ان شاء الله. طلب الاستاف اللي يشتغل ويا ابو ايهاب. نعم. كابتن باسم قاسم. صح. ايضا كل الحب والاحترام والتقدير الى كابتن باسم. نعم. ما عندنا اي مشكله، خلاص مدرب يعني باكر ذات كابتن عصام طلع ولازم يطلع ويا كابتن ابراهيم وكابتن باسم. يعني باعتبار اذا استقال المفروض لازم يطلع ويا واحد، لازم يطلع ويا واحد. مو اللي جابه يعني قصدك؟ اي لان هو طلب. العفو، كابتن ابراهيم ومدرب اللياقه، عفوا لذكر الاسم يعني. رعد سلمان. كابتن رعد سلمان. نعم. دول لازم يطلعون يا كابتن عصام. زين هم موقعين بالعقد ويا، ما لي علاقه بغيري، انا موقع مع كابتن ثائر، لو انا موقع مع رئيس او عفوا الرئيس اداره النادي. انا مو موقع ويا اداره النادي. انا عندي عقد مع اداره نادي الزوراء، الطرف الاول اداره الزوراء والطرف الثاني احمد صلاح علوان. نعم. هذا الموجود. فما مو طرف بعد هذا الحديث، مو طرف عفوا دكتور، مو الطرف الاول ثائر كابتن ثائر احمد. لا انت الان بعد هذا الحديث
تعتقد انه حقوقك راح تستلمها؟ انا ما يهمني اذا راحت حقوقي في فدوى جمهور الزوراء، انا ما عندي اي مشكله. لا يعتقدون بان اني طلعت غضبا على حقوقي، انا حقوقي اخذها. نعم. شاءوا ام اباوا انا حقوقي كلها اخذها، واخذها بالطرق القانونيه. نعم. انا لا سئت الرئيس النادي. نعم. ولا سئت النائب الرئيس النادي. نعم. ولا سئت لاي عضو بالاداره، بالعكس اوجه لهم كل الحب والتقدير والاحترام. انا تكلمت كلام اتهمت بان اني او مو اني اعوذ بالله، احنا الملاك التدريبي اثنين كابتن ثار واني، احنا اتهمنا بهذا الجانب، احنا نتائجنا مو زينه، وكان اكو احنا نعرف كل الزين، كان اكو اجتماع وانا بالجلسه مع رئيس النادي قلت له ابو تيسير انت حاكي على المدرب، حكيت على المدرب بالوزاره انا شخصا لشخص. قلت له حكيت وجها لوجه عفوا، حكيت وياه قلت له ابو تيسير انت انطيت بالمدرب قدام العالم ورا لعبه اربيل او ورا لعبه الطلبه، قلت المدربين ما يقدرون يقودون الزوراء وانا لازم ابدلهم. طيب ليش تعاقدوا وياكم؟ اذا ما يقدرون يقودون لا هذا الحكي شو وقت، هذا الحكي ورا لعبه الطلبه، يعني بعد احنا بعد الخساره ورا فوز كربلاء يمكن، المهم حكاها بالوزاره قدام ناس. زين انت رئيسنا، انا ما مستحيل اقول لك ما حكى، لا متاكد 100% حكاها، واللي حكاها ممكن ينفيها قدام انسان، مو قدامك، ممكن قدام ينفيها إنسان محطة ايضا، قدام انسان جدا محترم، وانسان يحب نادي الزوراء اكثر من كنا يحب نادي الزوراء، ومتعلق بنادي الزوراء، يحب نادي الزوراء اكثر من امه. وما مجبور، ويحب فلا حسن ها. نعم. ويحب ابو تيسير يعني حب مو طبيعي. واللي يحب الزوراء يحب كل نجومه اكيد. ما اذا اقول لك انا ما لي علاقه بالنجوم، انا احكي يعني بالموضوع. يحب الكيان كله. يحب فلا حسن. ايضا يحب فلا حسن، يحب نعم. رئيس النادي. نعم. يعني نتكلم انا اليوم احب دكتور موفق، لي الشرف، انا انت انسان محترم. ما مستحيل انقل عليك كلام سيء، انقل اللي قلت لي اياه بحسن نيه. ومن اجى من حكى الموضوع حكاه بحسن نيه. يعني مقهور رئيس النادي، قلت له مقهور يحكي عن مدرب، مقهور على الخساره او مقهور على تعامل او مقهور على موقف، بس انت كرئيس نادي ما يصير تنطي باللاعبين عفوا بالمدربين، ما يصير. وانت ايضا ما يصير تنطي باللاعبين قدام العالم. انت بالمقصوره بالميناء وتحكي على لاعبينه. ترى ماكو اليوم ماكو. منين تعرف هذا الكلام؟ ماكو شيء نظام، يعني انا قاعد المقصوره معقوله من احكي يمي ما يسمعون؟ الناس تنقل، وانا عندي دائما مقوله من نقل اليك نقل عليك، اللي ينقل لي ينقل علي، انا ما احكي قدامه. ولا عندي نيه سوء احكيها حتى توصل لغيري، خلي يجيني اي واحد يقول احمد صلاح حكى عنه بالسوء. انا اشوفك يعني متحامل على رئيس النادي. لا بالعكس، اتشرف اخوي الكبير واتعلم من عنده كل الامور، لكن نصيحه من اخ صغير لا يفقه في كره القدم اي شيء، خلي يعتبرني من الجمهور، لا يعتبرني انا احمد صلاح ولا يعتبرني مدرب. مو الانسان المحترم والفاهم بامور الحياه يسمع الكلمه من اصغر انسان. نعم. او اصغر ثقافه انسان. نعم. فخلي يعتبرني خلي يعتبرني. هاي نصيحه من اخ صغير من مشجع للزوراء، لا يعتبرني مدرب حتى ما يتحسس وما يجي يقعدون يمي. نعم. على اعتباراني بيجوز متجاهلين الوضع او هم كبار يعني بالانجازات، يمكن بس هو يعني انجاز اكثر مني، ما اعرف. انا 6 دوريات ماخذ، ولعبت منتخب اكثر من 50 مباراه، وعندي انجازات، عندي يمكن 25 بطوله. بس خلي اخدمك، بس خلي دكتور، لا بس خلي اخدمك. يعني يتجاهلون، او واحد من الاداره يجي يقعد ويا احمد صلاح، شنو موقفهم؟ يعني ليش ليش ما يقعدون ويا احمد صلاح؟ ليش يردوا يقعدون ويا مثلا كابتن ثار؟ هم يعرفون ومتاكدين كابتن ثار ما يطلع ويا اي واحد بيهم، وانا متاكد لك كابتن ثار ما يطلع ويا اي واحد من الاداره، ممكن يخابروه باي قناه. عفوا. نعم. انت تعرف ابو ازاد، انت تعرف دكتور، يعني فهمت انه كامور شخصيه بعد التدريب او كذا. لا بالعكس كابتن ثار جدا محترم. انا احنا ما عندنا، انا ما تكلمت عليهم يا اخي بامور شخصيه، والله كان انا تكلمت بامور تخدم النادي. طيب انا ما تكلمت عليها. طيب بس عندي نقطه واحده بصدد هذا الموضوع. اذا عندهم حسن نيه من احمد صلاح، واني كلامي مو صحيح، وخليه يستقيل، هو احنا ما نريده. وانا هسه راح اقول لك، انا يوم تكلمت وقالوا احنا ما يحقنا، واحنا هيك، واحنا هسه بالاسماء اذكر لك واحد.
هم ابو ازاد، انا خبرت ابو ازاد من بعد الحديث اللي وصل لي اسمه حتى الناس تعرف، عبد الرحمن، ولو زورايين كلهم يعرفون. عبد الرحمن، والله انا ما عبد الرحمن ما اعرف اسم ابوه، لان ابو ازاد انا اعرفه. عبد الرحمن انا اعرفه من يعني من كنت لاعب الزوراء، الرجل يجي للنادي وموجود بالنادي. نعم. من ايام الرابطه القديمه بالضبط. على العموم خابرني كابتن ثار، قال لي ابو عبد الله شلونك؟ قلت له كابتن شلونك اخبارك؟ قلت له ها شلون؟ قال لي والله انا مقضيها بس نوم، تعبت، تعرف هاي الامور، احكي لك اياها بالتفاصيل. انا تعبت وهوايه انغلط علي في امور انا ما استاهلها، يعني الرجل متاثر جدا. نعم. تكلمنا على الاستقاله وعلى هاي، قال لي خابرني ابو ازاد دا يسلم، وهاي كان قاعد يمه استاذ شاكر الجبور، قال لي قاعد، قال اعطيني يا بالله، هذا احنا ناخذها بحسن نيه. نعم. بين ابو ازاد دا يخابر كابتن ثار يسلم عليه. نعم. احنا ما عندنا اي شك. نعم. ولو انا عندي شك بهذا الموضوع. نعم. لكن من باب العام احنا نقول بحسن نيه ناخذ هذا الموقف. نعم. اخذ استاذ شاكر، حكى له كابتن ثار، قال له كابتن ثار شلونك؟ شلون صحتك؟ قال له احمد صلاح خابرني ويريد يعني يتكلم عن حقوق وعن هاي. اي حقوق يتكلم عنها احمد صلاح؟ قال له ليش شنو احمد صلاح مو مدرب؟ قال له لا مدرب، بس انت استقاليت، فاكيد احمد صلاح يستقال وياك. قال لي ليش يعني مثلا، ليش الا احمد صلاح يستقال وياي؟ قال له احمد صلاح باقي بالنادي يريد يخدم النادي، احمد صلاح ما طالع من النادي. نعم. قال له وين المشكله؟ قال له لا انت تتكلم وياه تتاثر عليه، شوف حسن النيه، يعني هم عندهم حسن النيه، وخليه يطلع يقول لي انا ما تكلمت ويا كابتن ثار، خاف هم احمد صلاح مرتكب عليك. هاي المدرب الاول اللي انت عندك ثقه به جدا ان تقعد وياه بقناه وتحكي وياه حتى ما تواجه احمد صلاح. قال له بس خلي احمد صلاح يعني عوف هاي الامور، واحنا تعرف يعني نادي وعندنا كيان ويعني هاي الامور. قال له ما، قال له ليش احمد صلاح سالكم؟ قال له لا والله ما سالنا. قال له خلاص حقوقه بعدين هي مو مليار. قال له فشي بسيط جدا، يمكن اقل لاعب بالنادي ما انا وافقت العقد في، قلت لك كثير من الامور. نعم. اولا اسمي وخدمه النادي، وانا بعدني لا شيء بالتدريب، يعني اريد اتعلم. نعم. وللزوراء فشي عظيم يعني. فهاي الامور قال له ما طالب من عندكم شيء يعني بعد. لكن البعض ما شاء الله يمدحك، يقول مدرب له مستقبل كبير. الحمد لله، شهاده اعتز بها، الحمد لله رب العالمين. تعلمت منكم، تعلمت المدربين اللي اشتغلت وياهم، كابتن ايوب يعني مدربين كثير من مدربين المنتخبات، كل واحد يتعلم له شيء بسيط. نعم. ممكن ان يخدم به بلده. فما عندنا اي مشكله بهذا الموضوع. كابتن ثار هو كلامه يا كابتن ثار هيك، فانا ما اعتقد يعني سئت بكلامي لهم، او اذا طلبت حقوقي فد مشكله، يعني اذا انطوا حقوق احمد صلاح انا ما مستقيل. نعم. ما مستقيل انا. وانا حكيت يا كابتن كريم، اتصلت له قلت له كابتن شنو الموضوع؟ اشو احنا نسمع بالاعلام. هسه راح نجي على دور كابتن كريم والناس اللي يعني القريبين من عندك، لكن خلينا نشوف يعني اهل الزوراء شنو اللي يتحدثوا به عن استقاله الكابتن ثار. احمد، مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. الكل يعرف الكابتن ثار، يمكن من المدربين العاملين الحقيقة اللي يستحقون الاحترام والتقدير. مدرب له إنجازاته، لكن هي أنا أتصور توفيقات يعني ما أعرف، يمكن الظروف يمكن مو صحيحة اللي مرت بالفريق هي اللي جعلتهم بهذا المستوى. بس ثار أحمد مدرب كبير بكل شيء يعني، والأخ أحمد معروف يعني، أحمد هو بالأصل يعني هو الهداف. ما أعرف الظروف اللي مرت عليهم يعني، بس أنا أتصور يعني عدم توفيق، لأنه الفريق كان يعمل لكن يمكن أهدافه كانت قليلة. احنا عملنا مع الكابتن ثار أحمد والكابتن أحمد صلاح، يعني كان عملنا جيد بصراحة، وعملنا ما بوسعنا، بس الفريق ما حالف الحظ في أغلب المباريات. احنا خضنا 6 مباريات، يعني فزنا مباراتين وتعادلنا مباراتين وخسرنا مباراتين. 4 مباريات اللي ما توفقنا بها كنا لا نستحق الخسارة ولا نستحق التعادل بصراحة. فرص كثيرة ضاعت، يعني احنا بدل ما نطلع يعني كل مباراة نخرج احنا فايزين على الأقل بهدفين ب3 أهداف، المباراة أصبحت عكسية علينا، وعدم توفيق بصراحة، نعزي عدم التوفيق. ولا كان الفريق جيد جدا، يلعب كرة قدم، فريق يوصل لهدف الفريق المنافس، بس توفيق ماكو. حقيقة نقدم مع الفريق كل ما يمكن، لكن سبحان الله ما توفق مع الفريق. يعني اعتقد الفريق بقيادته ادى اداء جيد اغلب المباريات، احنا نوصل للهدف لكن ما توفقنا، واعتقد هذا السبب الرئيسي اللي خلى الكابتن ثار يبتعد عن الفريق. بالعكس يعني اللاعبين الكبار كانوا خير سند للمدرب، واحنا لاخر لحظه كنا نتكلم معاه وكنا نسانده، لكن سبحان الله هو يعني هذا قراره والقرار يعود اليه، نتمنى له التوفيق. الان الدوري بعد بدايته ان شاء الله يعني قادرين على العوده للمنافسه ان شاء الله.
تحياتي للجميع. رأيك بكلام كابتن إبراهيم، كابتن باسم وحيدر عبد الأمير؟ دكتور، أنا بالحلقة الأولى تكلمت بهذا الموضوع. نعم. قلت لك إحنا لعبنا 6 مباريات، جميع المباريات اللي لعبناها كنا أفضل حيازة وضياع الفرص، عدم التوفيق. احنا متفقين على هذا الشيء، يعني الكل كل محب. اللاعبين الكبار دورهم بالفريق يعني بالتأكيد، يعني أي مدرب يعني بالأخص المدربين في خلال يعني العقد الأخير أول ما يجي على اللاعب يعني الكبير السن أو اللاعب صاحب إنجازات مع احترامنا للجميع، يعني ياخذ من عنده موقف أحيانا. أنتم يعني تعاملكم مع هذا الأمر كيف كان؟ احنا بالعكس، احنا أول محاضرة ويا الفريق تكلم كابتن ثار ويا اللاعبين، خاصة اللاعبين الكبار، قال لهم أنتم قبل ما تكونوا لاعبين أنتم مدربين، حالكم حال أحمد صلاح. نعم. على اعتبار احنا يعني نفس العمر ولعبنا بالمنتخب، لعبنا وياهم، لعبنا هواي كثير، خاصة لؤي وحيدر عبد الأمير وحيدر صباح والكل عباس، لعبنا سوا. فانطاهم فد شيء يليق بيهم حقيقة، والدليل هم ما يعني كلهم لعبوا. طبعا. يعني أول مباراة الكل لعب، لاعبين طيب. حيدر عبد الأمير ولؤي كلهم لعبوا، ما طيب. عندنا أي مشكلة. خليني أقرأ شوية يعني من التعليقات شوية. الصديق أحمد ياسين: لن يأتوا إلى البرنامج أبدا لأنهم ليسوا على حق. وكلام أنا أتحفظ عليه صديقي أحمد، أعتذر لأنه كلام يعني مس شخوص، وتحياته لك. ويقول بركة جهودكم. الصديق زيد سائل على كابتن رافد سالم ويريد ضيف بحلقة خاصة عن المنتخب إن شاء الله، يعني دائما هو ضيفنا كابتن رافد. عموما فممكن يوم غد لأنه كرة قدم باكر يعني. عموما الصديق يحيى ساجد بعد السلام يقول الكابتن أحمد صلاح يقول كل ما حدث بالفريق أنتم لا تتحملون، قصد الملاك الفني. يحيى ساجد، الأخ يحيى ساجد: الإدارة كانت متفقة على إقالتكم. هذا رأي شخص يعني متابع اسمه يحيى ساجد من أصدقاء البرنامج، متفق على إقالتكم قبل المباراة بيوم، وكان اجتماع مطول بين الرئيس وأعضاء لحد ساعة متأخرة، وكنا نعلم بإقالتكم ونقول لإدارة الزوراء أنتم غير مرغوب بكم من الجمهور، وفلتت من المسؤولية أمام الإعلام لأن الكلام كله صحيح. صديق محمد الموسوي يعني متكلم على كابتن فلاح، أنا أيضا أتحفظ على هذا الموضوع. يريد هو يكتب الأسئلة. طيب أنا يعني حقيقة الآن دا أقرأ التعليقات، أكو قسم أتحفظ على قراءته حقيقة لأنه يمس شخوص، وهذا مو جيدا بالبرنامج حقيقة. عموما نتكلم يعني بأسماء الشخوص، ويعني كل شخص منطيه صفة ويعني دوره وأمور أخرى حقيقة متحدث بها الشخص يعني مشجع زوراء اسمه محمد الموسوي، هو صديق البرنامج. الصديق أنمار يقول يعني لو متحدثين عن المنتخب وخسارتنا، يقول أهم من نادي الزوراء. صديقي العزيز غدا إن شاء الله سنتكلم، وأكيد نادي الزوراء يعني صرح شامخ بالكرة العراقية، ولولا نادي الزوراء ولاعبي والأندية الأخرى ما يصير عندنا منتخب. عموما يوم غد حديثنا عن هذا الأمر، وإحنا وعدنا الجمهور أنه الأربعاء نجلس مع أحمد، وهذا وعدنا نفذناه. الكابتن هاشم يقول أتمنى من إدارة الزوراء أن يسمعون ويصححون، ويكون التعامل كما يتعامل الغرب بتصحيح الأخطاء والتعاون والابتعاد عن حب المناصب من أجل البلد مع حبي وتقديري. الصديق عماد يتمنى لك التوفيق. الصديق يحيى ماجد يقول شكرا جزيلا كابتن موفق، ما قصرت ونفذت وعدك بحلقة اليوم، واتضح زي في الإدارة ولو ما يحتاج لأن جمهورنا الزوراء يعرف شنو الإدارة، مع احترامنا لإدارة الزوراء وشخوصها. هذا كلامي مو كلام الأخ يحيى، احترامي أيضا لصديقنا يحيى. ويعني بعض التعليقات إذا سمح الوقت
ايضا نقراها في وقت اخر، لكن انا اريد اعرف دور مدير الفريق، يعني الاعلام ايضا الى دور في النادي، ايضا حاب توضح لي هذا الامر وياكم خلال مده عملكم. مدير الفريق استاذ كريم، تحياتنا له. كريم رزاق، وجه له كل التحيه والتقدير والاحترام، انسان جدا محترم. نعم. انسان متربي، تعبان على نفسه. لا يعني لاعب من لاعبي الزوراء المعروفين. بالتاكيد، مو احمد صلاح اللي يقيم استاذ كريم، كان قريب جدا علينا، لكن على ابتعد علينا بالبدايه بعد ما كنا محتاجين جدا في فتره الاعداد. تعرف اصعب فتره على المدرب هي فتره الاعداد. كان مبعد علينا، كان البديل كان عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن ابو ازاد، كان هو البديل عنه. كان عنده دوره، اعتقد دوره ما اعرف يعني بخصوص عمله. نعم. يعني كمدير ما اعرف شنو الدوره اللي استاذ كريم ابتعد علينا فتره، قلت لك ابتعد شهر. كان البديل عبد الرحمن ابو ازاد. صارت لنا مشاكل كثير بوجود ابو ازاد معانا من كان مدير فريق. كنا نطلب امور يعني كانت توصل الاداره بالشيء الخاطئ. بعد ما قعدنا ويا ابو تيسير واني والاخ مثل شنو طلبت؟ ابو حيدر، كابتن باسم، يعني هو قلت لك شغله تكلمت بذيك الحلقه المعسكر الامور. بعد ما تكلمنا ابو تيسير قال اني حقيقه ما وصل لي الكلام قدام ابو ازاد وبالاجتماع حقيقه. نعم. قدام ابو ازاد قال له انت ما موصل لي هذا الكلام، وابو ازاد يقول له اني موصل هذا الكلام. يعني هاي وحده ايضا من الامور اللي عرقلت، واحده من السلبيات اللي اتكلم يعني الخطا الاداري اللي وقعوا به. ما اعرف انا بعد منو الصح يعني. نعم. مو انا اللي اقيم هذا الشيء. هذا عمل، سالتني على عمل شخص معانا. لا انا دورهم اي بالتاكيد الاعلام له دورهم انا ما اقيم حلقه وصل ما بين الاداره وما بين الملاك. انا بالنسبه لابو ازاد ما اقيم عمله، مو شغلي، ما مرتبط به. هو كاعلامي أكيد. يعني ممكن ياخذ اللاعبين، ياخذ المدربين، عنده وقت. احنا يعني هو محدد وقت ينسق، هو شغلته تنسيق. مو شغلتي اقيم ابو ازاد. الرجل يعني في بعض الاحيان يكون يعني بعيد عن الموضوع، يعني الموضوع ما يوصله بشيء صحيح لاداره النادي. هذا اللي فهمته من رئيس النادي. نعم. تكلم ويانا باجتماع بحضور ابو ازاد يعني. نعم. بحضور ابو ازاد يعني، مو وبحضور كابتن ثار. واحده من يمكن كابتن ثار ابو ازاد قال له يمكن فد 7 8 امور قال له بخصوص الفريق، 8 ما بهن ولا 1% من الصحه. يعني ما بين مصداقيه، ما بين مصداقيه ابدا يعني. حتى كابتن ثار بالضحك يقول لي يا اخي بس جيب لي موضوع يعني للمسحه. ما اعرف انا بعد شنو امور تتعلق ب يعني طبعا تعلق بامور الفريق، السفر، مباراتنا مع نفط الجنوب تلعبون الاربعاء. لا انا قبل اسبوع قلت نلعب الخميس، هو قال الاربعاء. كابتن ثار عانى من هذا الموضوع. بس تعرف قلت لك كابتن ثار دائما ياخذ الامور السيئه ياخذها بالحسنه، يعني ياخذ سيء ينطي احسان، يعني ياخذ الشيء المو زين يواجهه بضحك. نعم. حتى ما يجرح المقابل. ما تعتقد انه هذا اثر عليه؟ طبعا احنا قلت لك اني الامور اللي اثرت علينا صدق واعتقد، ثق واعتقد بالله ما مرت بمدربين. بس حسن حظ اللي يشتغلون بالنادي واداره النادي انه كابتن ثار موجود. حسن حظهم والله، يعني هم محظوظين جدا بوجود كابتن ثار. لو موجود غير كابتن ثار يعني انا ما اقول مثلا اذا اجى غير مدرب غير كابتن ثار راح يسوي. بس كل انسان بطبع. هي هاي نفس الظروف عمل بها كل انسان. المدرب باسم قاسم واخذ دوري بانجاز احكي صراحه متفرد يعني. صراحه دكتور شوف، احنا اتفقنا بين ذيك الحلقه بين الانجاز اجى مدرب ولاعبين. نعم. والجمهور كل اللي بدون مبالغ. شنو دور الاداره بالموسم الماضي؟ هسه اني يطلع واحد من الاداره يقول اني سويت الموسم الماضي. بس خلي اخدمك. بس خلي اتكلم انا. شنو دوري اني كاداره اليوم؟ انا اخذت دوري. نعم. انحسبت للاداره. نعم. شنو الاداره اللي قدمتها للفريق بالنجاح بالدوري؟ خلي ينطوني فد شيء. العامل الاساسي والرئيسي والاول لينجاح الفريق هي الامور الماديه. الامور الماديه ماكو الموسم الماضي. ما ماخذين يمكن 15 20%. بدايه الموسم قلت لك اني لاعبين طلعوا بالقنوات حكوا احنا راح نلعب انه للمدرب وللجمهور، والعالم وعدوا وبارك الله بهم وجابوا جمهور للزوراء والاداره الزوراء وانحسبت الى اداره الزوراء. بالموسم هذا الثاني احنا تكلمنا بذيك الحلقه ان اجتماع رئيس النادي مع اللاعبين وتكلموا الامور الثانويه.
الفرق بين كابتن ثائر واي مدرب ثاني، من المعسكر المفروض كابتن ثائر نستقيل. من المعسكر كان المفروض كابتن ثائر يستقيل. لو غير مدربين كان استقالوا. وهي تبعاتها صارت عليه بالفعل. تحملنا، قلت لك احنا ابدا ما نكون انهزاميين، تحملنا هذا اللي صار، واحنا تحملنا، واحنا اللي طلعنا. يعني ما حد ما تاثر، هم ولا واحد منهم طلع. ممكن بعض من الاداره الناس استقالت لتخبط العمل، ممكن يعني اللي يستقيل او ما يحضر الاجتماعات واللي عنده. وراح اقول لك شغله دكتور، انا اليوم موجود هنا، ممكن بعد شهر او بعد شهرين يجيك واحد يقعد هنا من الاداره، نعم، من طلعوا او من الموجودين، راح يتكلم نفس الكلام يتكلم احمد صلاح، وراح يطلع لك احد 3 لاعبين 4 لاعبين من بعد ما تخلص مهمتهم، لان هم يتعاملون مع، تعرف عنده عقد، فما يقدر يتكلم بالاعلام، ما يقدر يتكلم بالهاي، يمس الشخص. انا لحد الان ما ماس اي شخص ولا ماس اي واحد، انا اتكلم عن امور عملي اني ما توفر لي. فشلنا اوكي، نعترف احنا فشلنا اوكي، ممكن احنا نكون فاشلين بنظر الاداره، بس بنظر الناس المحبه للزوراء، وبنظرنا احنا ابدا ما كنا فاشلين بعمل الزوراء، ممكن بنظرهم احنا كنا مو زينين. على هذا الاساس ليش ما قبلوا الاستقاله قبل مباراه نفط الجنوب؟ اوجه اني سؤال خلي هم يفكرون به من يطلعون حتى يحضروا لهم اعذار. ليش ما قبلوا بالاستقاله قبل مباراه نفط الجنوب؟ ليش ما قبلوا بالاستقاله بعد مباراه نفط الجنوب؟ ليش ما قبلوا بالاستقاله؟ الفريق تعادل كان جيد من الضغوطات والوعود الكاذبه اللي وعدوها للمدرب بالامور الماديه. ليش قبلوا نفس الاستقاله؟ ترى نفس الاستقاله اللي دبا كابتن ثار قبلوها. نعم. يعني ما تغيرت. نعم. لكن كابتن كريم الرجل تحفظ عليه وحكى الكابتن قال لا حتحفظ عليها، بس راح اقول لرئيس النادي، تعرف كابتن كريم انسان يعني صريح جدا لكن من احترام يعني وقت ما عندهم يجيبون مدرب، فكابتن ثار قال لهم من قبل يعني كثير من الزمان حكيت وياكم قلت لكم شوفوا مدرب، انا ما اقدر اكمل على هاي الوضعيه شفويا، لكن من طلب الامر ان تكون الاستقاله تحريريه اوكي، قدمت الاستقاله وما قبلوها ورا مباراه اللي خسرنا بها مع نادي بغداد، قبلت الاستقاله فورا بعد المباراه. ليش؟ لامتصاص غضب الجماهير الزورائيه، والجماهير الزوراء اعتقد الكل كانت مو ضد المدرب، كانت ضد الاداره. ليش قبلوا بالاستقاله مال الكابتن ثار؟ ليش ما احد من عندهم يستقيل؟ يعني ليش دائما المدرب هو اللي، هذا كلام موجه للجميع، ليش دائما المدرب هو اللي يكون؟ اوكي مدرب يخطئ، ماكو مدرب ما يخطئ، نخطئ، احنا ما معصومين من الخطا، نخطئ بالعمل، نخطئ بالتدريب، نخطئ، ممكن نخطئ بتبديل، ممكن ننزل لاعب يعني مو بمستوى اللاعب الاول يكون احسن بالنتائج على الورق يكون افضل، وتنحسب انك كمدربين مثل ما صارت في بعض كثير من المدربين. هوايه من الامور صارت، واحنا نعرف اكو اجتماع مسبق للاداره بخروجنا من الفريق، احنا كل شيء نعرف. قلت لك انا ماكو شيء ينضم اليوم، خاصه بهذا المجتمع وهاي بالتواصل الاجتماعي ما حد ما ينضم. الاداره اعتقد هي، قلت لك هذه الحلقه ممكن مستبدين برأيهم كثير من الامور، يمكن اكون من الاداره اول مره ما راح اكون صريح وما راح اذكر الاسم، اكو واحد من الاداره والله الكريم ما يعرف اجتماع، ما يعرف استاذ شاكر راح الامارات، والله الكريم ما يعرف وحق هاي النعم، ما يعرف قريب عينه جدا، ما يعرف استاذ شاكر رايح للامارات يوقع ماخذ الختم ويوقع مع مهند، عرف من الاعلام، وما يعرف النسبه اللي مطيها نادي النصر لنادي الزوراء. نعم. اللي القريب علينا كان من الاداره ما يعرف، والله الكريم وانا مسؤول عن كلامي. نعم ظروفنا لا تسمح، لكنه على اقل تقدير انا اخلي هيبه للنادي، اللي يريد لاعب اجيبه للنادي، اقول له تعال وقع هنا النادي، مو اني اروح له. انا مع احترامي يعني شنو الظروف ما اعرفها، بس انا الان من خلال من سياق الكلام انا اروح الى هناك واودي الختم وهناك انطي الاستغناء، ما اعرف اني شنو الظروف، لكنه هذا امر اني بصراحه عندي ملاحظه عليه، هذه ملاحظتي. ممكن الاخ شاكر الجبوري او اي شخص بالنادي ممكن يوضح لي بطريقه او باخرى، لكن انا من خلال كلامك دا اتكلم هذا الكلام. زميلنا خيام حقيقه الخزرجي يعني تحياته لك والكابتن ثائر،
ويقول الاثنان كانا ضحية الاستغناء عن بعض اللاعبين من إدارة الزوراء، أصبحا يشبه بالمحارب الذي ينزل لأرض المعركة وهو مجرد من أسلحته. ومع جل احترامي وتقديري لإدارة الزوراء، عدم حضورهم في البرنامج نقطة تسجل عليهم وتترك أكثر من علامة استفهام. وأيضا تحياتي لصديقي وصديق البرنامج نبيل البياتي، يمسي عليك ويقول تحية لك، وكاتب كلام جميل بحقي، أنا أشكرك عليه شكر جزيل، ما أقرأ لأنه هذا ضدي راح يكون مو إلي. عموما أكمل. تحية طبعا طيبة للأخوة اللي علقوا، وخاصة الأستاذ خيام، إنسان محترم جدا، وهو الناطق الإعلامي أعتقد باسم نادي الطلبة. وجه له الحب والاحترام وإلى جمهور نادي الطلبة الوفي المحب لأحمد صلاح حقيقة، وإلى الجميع اللي محبي نادي الطلبة. قلت لك أنا شغلة الأستاذ شاكر هو اللي يعني هم أحمد صلاح مثل ما يقولون يحجون للمقربين، يتلفق علينا يتلفق علينا بكلام غير منطقي. راح للإمارات، هم خلي يطلع يقول أنا ما رحت للإمارات. نعم. هم خلي يطلع يقول أنا ما أخذت الختم وياي، خلي يطلعون. طيب. خلي يتكلمون بهواية أمور. بعدين المبالغ المادية، بس عفوا دكتور، المبالغ المادية اللي عندهم هسه. نعم. اللي عندهم 250 وفلوس مهند، ليش ما ينطوها؟ موجود ما عندهم يعني تحويل ممكن إلى البنك، تحويل إلى آخر. نادي النصر الإماراتي شهر ما يحول الفلوس. الله أعلم. يجوز أنا دا أقول لك يعني. الله أعلم. إي الله أعلم. الله أعلم على شنو؟ إنه يجوز المبالغ ما متحولة مثلا بالبنك. قلت لك المشكلة أنا ما أعرف أحكي هيك، ماكو هيك منطق. طيب. الله أعلم ماشي، بس مال مبلغ يطول شهر ما يجي النادي الزوراء واللاعب دا يلعب ويقول وهاي، وين اكو هيك منطق؟ ممكن بس للإنسان الجاهلي اللي ما له علاقة بكرة القدم يصدق بهذا الأمر. لا هو والله ما يقتنع، وخاصة من الإمارات. هسه لو غير بلدنا ممكن أقتنع، بس من الإمارات ونادي النصر، لا مع احترامنا لكل البلاد، لكن من الإمارات ونادي النصر ناس عندهم مصداقية بالكلام. وبعدين والصك انا شفته 200 مليون وال50 مليون طلع لي ابو ازاد. قلت له ابو ازاد وين الصك؟ قال لي تعبالكم احنا مستلمين بالاداره هذا الصك. شوف ابو عبد الله هي 50 مليون. قلت له يا اخي انطيها هي وال200 انطوها يا اخي، واجوا خلينا نطول اللاعبين، خلينا نطول عندك اللاعب، لان اللاعب حقيقه واحده من الامور الان الدافع المعنوي هو انه تسلمه حقوقه. لا جزء هسه دكتور ايش هسه يسوون؟ هسه باكر عقب باكر راح يعطون حقوق اللاعبين حتى يطلعون احمد صلاح مو منطق بكلامه. لحد هاي اللحظه ما منطين غير 15%، وهم عندهم خاف يقول لي الصك يدخل مقاصه، يجي واحد يقعد يتفلسف بين الصك لازم يدخل مقاصه والصك يدخل والصك يدخل. شايف هذا الكلام اللي مرتب؟ يعني الصك لا يدخل مقاصه، الصك يدخل مقاصه باسبوع. احمد انا يمين سر نادي 3 سنوات دكتور، خليك يمين سر نادي تقريبا 6 اشهر. يعني انت بعرف كل شيء. زين انت بهذا المجال، شوف انت بهذا المجال افهم مني، هذا الواقع يقول هيك. طيب انت كنت امين سر وتفهم بهاي الامور. انا بالامور الاداريه لا اعلم شيء، بس احب دائما اتعلم واسال، مو عيب، حتى ما اتفاجئ من يجي واحد يتفلسف براسي واحنا كنا تعلمنا ترى. خلاص بما انه انت تعرف، انت هم لازم توجه. انت هم لازم تساعد الزوراء. مو انا قلت لك انت دكتور بس خلي الان اني يعني في جعبتي الكثير، لكنه عندما نغير الاماكن ممكن عندما اكون ضيف غير عندما اكون انا المستضيف. دكتور احنا هاي وحده. اثنين بدايه البرنامج والحلقه الماضيه قلت اني هذا الموقف يعني به حساسيه عاليه من اتناول اني، لو غيري يتناوله كلش طبيعي، ويجوز يعني كلامي يكون اكثر من هذا، وامور يجوز ايضا غير هذه، وانا متاكد يعني الايام القادمه حبلى بهذا دكتور. الحساسيه اللي راح تجيك بهذا الموضوع من 4 أو 5 اشخاص مقابل 20 مليون زوراء. نعم. 5 ممكن تجيك حساسيه من عندهم، او 4 أو 3 أو شخصين فقط. نعم. تجيك حساسيه من عندهم اللوم، لكن من 20 مليون ما حد ما راح يلومك. اكيد انا متاكد ابدا. لا احنا اليوم اكيد لا هذا واجبي. دكتور هذه من انت بس خليني اخدمك. انا اليوم هنا تصحيح مسار الزوراء. نعم. اقدر انا اعوف الموضوع وما اهتم لاي وضع. نعم. بس لكن تشويه سمعه انسان بمجال عمله انا ما اقبلها، والضحك على اذقان العالم بهكذا امور انا ما اقبلها. انا انسان متربي وما اقبل على الغلط، وما اقبل انسان ان يخدع العالم بامور كثيره. يعني اداره الزوراء الان يعني الامور اللي دا تعملها
تخدع بها اناس مثلا؟ شنو هي الامور اللي تعمل؟ يعني الان اللي تعمل هي شنو تعمل؟ عملها الان غير تمارس عملها الان. عملها شنو غير افتهم بس انا توفير الاموال. لا ماكو اموال. وين اموال؟ اموال صدق ثق واعتقد بالله لما العام ماخذين دوري وابو ايهاب واللاعبين وبالاخص حسين حكي الوزير، ترى ما حد ما حكى من اداره الوزير. حسين وعلاء ومحمد قاصر حكي الوزير واستاذ جبنا لك احنا الكاس وراحوا واخذوا الكاس، اخذوه وحطوه على الميز. تفضل استاذ هذا الكاس اللي وعدنا به جبنا لك اياه مقابل نريد عقودنا. يعني مو الاداره جابت الاموال؟ شلون نجيب الاموال الاداره؟ ما له علاقه الاداره. اللاعبين يجيب الاموال. الكاس من اخذها؟ اعرف اللاعبين ليش اخذوا اللاعبين للوزير؟ انت جاوب انا اليوم انت ما سالتني بهذا السؤال، اسال المقربين، اسال المحبين ليش اخذوا اللاعبين؟ راح يقعد يقول احنا اخذنا لين راح يكرمهم الوزير. طيب اكيد هذا عمل اداره ممكن يستقط ويا الوزير. ليش من اخذنا الكاس، من اخذنا الدوري، يلا وين رحتوا جبتوا الفلوس قبل الدوري؟ لين ما ينطوكم. وهذه كل الانديه تعاني من هذا. قله الانديه مو ترى نادي الزوراء الوحيد اللي بالعراق، شوف 20 نادي بالدوري كلها مستلمه حقوقها من ضمنهم بس رواتب. طيب. الزوراء الوحيد اللي احنا اخر ناس استلمت 15% والفلوس موجوده بخزينه الزوراء وما ينطوها للاعبين، راح ينطوها هاليوم 3 ايام لان انا حكيت بهذا الموضوع، راح ينطون الفلوس حتى يقولون احمد صلاح شوف احنا ترى انطينا. طيب انطينا الفلوس. اني حقيقه مضطر انه انهي البرنامج والوقت مضى مسرعا. يعني الحديث ممكن انه يعني يطول ويطول. الحديث بدون اسئله حقيقه انا ما جاوبت عليه. نعم بالتاكيد، لكنه هو استكمالا للحلقه الماضيه، واكيد راح يجينا الرد ان شاء الله. ونتمنى ايضا كنا نتمنى انه ايضا حضورهم هنا، لكنه راح نعطيك يعني نص دقيقه. المخرج قال لي يعني صارت 57 دقيقه المفروض ننهي. 3 دقائق قلنا. لا نص دقيقة إلى دقيقة، حتى يعني كلمات الختام أنت شو تحب توجه، إذا رسالة إذا كلمة لإدارة الزوراء، جمهور الزوراء، أي شخص. أنا حقيقة عندي موضوعين. الموضوع الأول بسيطة جدا. نعم. الموضوع الأول يعمل للزوراء أن يعمل بجد ويعمل صح في خدمة النادي، ليس الأمور الشخصية. ولا أي مبلغ مادي خليه ينطوه، ترى ذولا أصحاب عوائل وفقراء لا يعتقدوا بأنهم مثلهم أصحاب قصور. ترى عندنا لاعبين سيارة ما عندهم اكو بالنادي، عندنا لاعبين بالمطور يروحون ويجون للتمرين، فخلي يخلون في عين الاعتبار أولا. ثانيا إذا يقعدون بقناة، إذا قعدون ليش لا يعتقدون بأن أحمد صلاح ما راح يكون له رد بأي قناة. أنا أتدخل بأي قناة، أنا أجاوب، ومن حقي مثل ما يكون مقدم برنامج انسان محترم ابدا ما يسمع شخص واحد. بالتاكيد. باي قناه راح واحنا حبينا حقيقه نسمع منهم، باي قناه تطلعون تحجون اي واحد ممكن تتكلم كلام غير اللي انا قلته. اي كلام اني اللي تكلمته ما بي خطا 1%. اذا اتفقتوا عفوا لهذه الكلمه، اذا طلع كلام غير صحيح من عندي وانتم حكيتوا بغير امور، انا راح اطلع ارد وراح احرجكم قدام العالم. شكرا جزيلا لكم حقيقه، الله يوفقكم ان شاء الله بعملكم، وربي يوفق الجميع ويوفق الزوراء ويوفق الكابتن عصام حمد مع نادي الزوراء، وان شاء الله تحرزون الدوري ان شاء الله. شكرا جزيلا لك كابتن احمد. حبيبي دكتور شكرا جزيلا. ايضا ان شاء الله التوفيق للزوراء، لعصام حمد، لاداره الزوراء، المحبين حقيقه جميعا. الدعوة مفتوحة لإدارة الزوراء للجلوس، لكنه أيضا يعني شريطة أنه يكون أحمد صلاح يرد حقيقة، إذا مو جليس فهو أكيد بالهاتف، لأنه هذا حق مثل ما احنا انطيناكم الحق مع احترامنا لكم جميعا بالجلوس وأنتم رفضتوا، بالتأكيد راح نعطي هذا الحق مرة أخرى. ما تحبون تردون فهذا شأن يعني بالتأكيد أنتم مسؤولين عليه، ونحترم رغبتكم، ويعني جميعكم أناس محترمين ولكم مكانة عندنا أكيد كشخوص. شكر جزيل لكل من تابعنا وشاهدنا في حلقة هذا اليوم. ملتقانا وإياكم يوم الغد إن شاء الله نفس التوقيت، حتى ذلك الحين نلقاكم على خير.